السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مدموزيل سارة مصطفى مدرسة الفرنساوي. هنشرح النهاردة مع بعض بإذن الله الدرس الأول من الوحدة الأولى في منهج تالتة سنة. الوحدة الأولى عندي كلها بتتكلم عن الرياضة بأنواعها المختلفة وأماكن ممارسة كل نوع من أنواع الرياضة، وكمان بتتكلم لي عن الأدوات والمعدات اللي بستخدمها عشان أمارس كل نوع من أنواع الرياضة. اول حاجه هنبداها مع بعض هنبدا بالكلمات، بحيث ان احنا نقدر نتعرف على انواع الرياضه الموجوده عندي في المنهج، وكمان نتعرف على المعدات اللي هستخدمها. نبدا اول حاجه بجدول الكلمات المذكره. وقبل ما ابدا بنطق الكلمات المذكره هقول ملحوظه مهمه جدا. وانا بحفظ كلمات الفرنساوي ممنوع اطلاقا ان انا احفظ جدول الكلمات المذكره واحفظ بعد على طول جدول الكلمات المؤنثه، لان انا عندي في الفرنساوي اغلب الاسئله بتبقى متمركزه حوالين نقطه الكلمه دي مذكره ولا مؤنثه. فانا لما احفظ الاتنين ورا بعض كده هعرف افرق بين الكلمه دي مذكره ولا مؤنثه ازاي، فده هيصعب عليا الدنيا جدا. فحاول افصل، حتى ممكن ساعة أفصل بين حفظ جدول الكلمات المذكرة والكلمات المؤنثة، حتى ساعة، يوم، ده الصبح ده بالليل، أي حاجة، المهم إن أنا أفصل بين حفظ الجدولين. نبدأ بنطق الكلمات. لاعب، أجوار. أجوار جاي من فيرب جوي، يلعب. لاعب كرة قدم، أفوتبولار. أفوتبولار جاية من كلمة فوتبول اللي هي كرة القدم. حارس مرمى، أجارديا دو بيت. أجارديا دو بيت. مدرب، انونتيرينار. انونتيرينار. حكم، اناربيتر. اناربيتر. صفارة، اسف لي. اسف لي حرف الت مش منطوق. نتيجة، اريزولتا. اريزولتا برضو حرف الت مش منطوق. مباراة او ماتش، اماتش. اماتش. مرمى او هدف، ابيت. ابيت. أداة أو شيء، ان اوبجي. ان اوبجي. هقولهم مرة كمان سريعا كده. أجوار، أفوتبولار، أجارديا دو بيت، أنونتيرينار، أناربيتر، أسفلي، أريزولتا، أماتش، أبيت، أنوبجي. نيجي لجدول الكلمات المؤنثة. عندي حارسة مرمى، إنجارديان دو بيت. إنجارديان دو بيت سيدة حكمة. كلمة حكم فوق بتنتهي بحرف الأو، واللي بينتهي عندي بحرف الأو عند التأنيث يبقى كما هو، لكن بأنس الأداة فبقيت إنار بيتر. إنار بيتر حكمة. مدربة، إينونتريناز. إينونتريناز. لاعبة، إن جواز. جواز. فريق، إنيكيب. إنيكيب كلمة فريق مؤنثة مش مذكرة، إنيكيب. خطة، إن استراتيجي. إن استراتيجي. منافسة أو مباراة أو مسابقة، إن كومبيتاسيون. إن كومبيتاسيون. عندي الماء، لون. لون. واخد بالي ان كلمة المية اللي هي اللون هي الكلمة الوحيدة اللي بتنتهي عندي في المنهج بالاي اي يو مؤنثة، اما اي حاجة تاني في المنهج بتنتهي بالاي اي يو مذكرة. نيجي لتالت جدول عندي واللي هو جدول الافعال. اول فيرب عندي فيرب يلعب، جوي. جوي. تلعب او تمارس، سوجوي. سوجوي. يمارس، براتيكي. براتيكي. تمارس، سو براتيكي. سو براتيكي. يدرب، انتريني. انتريني. يتدرب، سونتريني. سونتريني. يلقي أو يقذف، لونسي. لونسي. يمسك أو يلتقط، اتريبي. اتريبي. يدير، ديريجي. ديريجي. يحكم أو يدير، كونترولي. كونترولي. يسبح أو يعوم، ناجي. ناجي. يمشي، مارشي. مارشي. يطلق الصفارة، يصفر يعني، جاية من كلمة صفارة، سيفلي. سيفلي. يصعد أو يركب، مونتي. مونتي. يشجع، انكوراجي. انكوراجي. يؤيد أو يشجع برضو، سيبورتي. سيبورتي. يحضر، أبورتي. أبورتي. يمرر لي اللي احنا بنقول عليها بالعربي كده يباصي، لو اتنين بيلعبوا كورة يقولوا ده بيبصيلي الكورة او بيبصيله الكورة، فيمرر لي يعني باسيئة. باسيئة.
وفيرب باسي مش بس مقتصر على معنى يمرر، فيرب باسي ليه معاني كتير. ليه معنى يمرر، يمر أو يناول أو يجتاز مثلا الامتحان، أو بمعنى يقضي. دي كلها معاني الفيرب باسي. يستخدم utiliser يصوب أو يسدد، تيري يسجل هدف، يعني ماركي يضرب، المقصود بيها يضرب الكورة. فرابي يقفز، ينط زي جامب بالانجليزي كده. سوتي يمارس أو يفعل أو يعمل. فير ومش أول مرة نشوف فير طبعا. يلاكم أو يتشاجر، ده هنا بنستخدمها واحنا بنتكلم عن رياضة الملاكمة. سوباتر يتكون من، أخدنا كتير في أولى وتانية. سوكمبوزيدو يجري. كورير مجموعة تالتة. يخسر. بيردر يخسر أو يفقد. بيردر مقصود بيها ان انا بخسر ماتش، بخسر مباراة، بخسر سباق، اي حاجة من الحاجات دي. نيجي للجدول الرابع وهو جدول المتنوعات، او الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات وهكذا. عندي اول حاجة عنيف، فيولون ولو جيت أنسها بحط لها حرف الأو. عنيف هنا مقصود بيها ان انا اتكلم عن الرياضات العنيفة. عندي جماعي كولكتيف وكلمة كولكتيف او صفة كولكتيف بتنتهي بحرف الاف، فلما باجي أنسها بقلب الاف لفي او بتبقى كولكتيف، ودي بستخدمها عشان اتكلم عن الرياضات الجماعية. عندي بقى عكسها فردية، رياضات فردية، انديفيدوال ولو جيت أنسها بحط لها ال. عندي خصم او منافس ادفيرس. عادل جيست ودي بستخدمها ان انا اوصف بيها الحكم، اقول ان الحكم بتاعي عادل. كرياضة كوم سبور. الالعاب الاولمبية لي جو اولمبيك. لعبة جماعية اجو ديكيب. رياضة جماعية اسبور ديكيب. لعبة جماعية ورياضة جماعية والصفة كولكتيف، التلاتة دول بيساوي بعض. يبقى أنا عندي كولكتيف بيساوي أجو ديكيب وأسبور ديكيب. رياضة مائية اسمها أسبور نوتيك، يعني رياضة بمارسها في المية زي السباحة مثلا. يكون في الفورمة أو يكون لائق بدنيا. اتر اون فورم زي مثلا أنا عايزة أقول أنا في الفورمة، أقول جو سويز اون فورم، أنا أكون في الفورمة. في حاجة إلى، وده تعبير مهم جدا وأخدناه واحنا في أولى ثانوي لما كنا بنتكلم على CDE اللي هي صالة الوسائط المتعددة، اللي هي افوار بزوان دو. يشارك في مسابقات فير دي كومبيتاسيون عبر أو خلال اترافير حرف الاسم مش منطوق. ونيجي لأهم جدول عندي واللي هو أساس الدرس أصلا، اللي هو جدول الرياضات. عندي كم رياضات محترم مفروض أحفظه، تمام؟ في منهم كتير شكلهم بالفرنسي زي الإنجليزي بالظبط، فممكن نعدي دول شوية، لكن في حاجات تانية ممكن انتوا أول مرة تسمعوا عنها، فده اللي هيبقى عامل لي عقبة شوية. نركز مع بعض كده. أول حاجة كرة القدم، مفيش أسهل من كده. لو فوتبول. كرة السلة لو باسكتبول. كرة الطايرة لو فوليبول. كرة اليد لو اوند بال اللي هي اللي انتوا بتقولوا عليها الهاندبول. عندي الرugby لو رugby. الرugby اللي هي كرة القدم الأمريكية. احنا عندنا كرة القدم بتاعتنا بتتمارس بالرجل بس، لكن في رياضة اسمها الرugby هي زي كرة القدم بتاعتنا بالظبط، بس دي بتتمارس بالايد والرجل. يعني لو انا لمست الكرة بايدي عادي مش هيحصل حاجة ولا هيحصل مشكلة ولا حاجة. دي اسمها لو رugby، كرة القدم الأمريكية. لعبة الكرات الحديدية لا بيتونك. عندي التنس لو تنس. تنس الطاولة او البينج بونج او لو تنس دو طابل. تنس الريشة لو بادمنتون. ده عامل زي التنس العادي بس الكرة بتاعته مميزة شوية، فيها ريش من طائر معين. الجولف لو جولف. الهوكي لو اوكي. السكواش لو سكواش. كل الرياضات اللي ذكرناها لحد دلوقتي فوق كلها عشان امارسها محتاج يبقى معايا كورة، عشان امارسها بحتاج كورة.
سواء الكرة دي صغيرة أو كبيرة. فبنقول هنا ملحوظة مهمة جدا، إن كل الرياضات التي بها كرة، كل الرياضات اللي فيها كورة مذكرة ما عدا لابيتونج اللي هي لعبة الكرات الحديدية. نقول تاني، كل الرياضات التي بها كرة مذكرة ما عدا لعبة الكرات الحديدية هي الوحيدة بس اللي مؤنثة. نيجي بعد كده لبقية الرياضات. عند الركض أو المشي بسرعة لوجوجينج. لوجوجينج هو مش جري ولا هو مشي، أنا بمشي بس سريع شوية كنوع من أنواع الرياضة. رياضة المشي لامارش أبيي. لامارش أبيي. نيجي بقى لركوب الدراجات. عندي نوعين من ركوب الدراجات. في ركوب الدراجات العادي خالص اللي مش بيحصل لي حاجة، اللي أقصى حاجة ممكن تحصل لي وأنا راكب العجلة إن أنا أقع وأتخدش أو أتعور كدمات بسيطة كده. لكن عندي ركوب درجات تانية اسمه ركوب الدراجات في الطرق الغير ممهدة أو ركوب الدراجات في الطرق الوعرة. نقول الاتنين. احنا هنقسم كمان شوية رياضات لرياضات كلاسيك تقليدية أو عادية، ورياضات دونجرو عنيف خطيرة أو فيلو عنيفة. تمام. فأنا عندي السيكليزم ده ركوب الدراجات في الطرق العادية اللي هي الطرق الأسفلتية العادية خالص. تمام. عندي لو في تي تي اللي هو فيلو توترا، ده ركوب الدراجات في الطرق الوعرة أو الطرق الغير ممهدة. زي ايه مثلا؟ اظن كلنا بنشوف النوعية دي من الفيديوهات مثلا على اليوتيوب، على الفيلم، في فيلم اجنبي على ناشونال جيوغرافيك، ان انت مثلا تلاقي شخص مثلا راكب عجلة، والعجلة دي على حافة جبل كده او على مكان عالي جدا، وكمان المكان ده مش ممهد يعني مش متسفلت او حاجة، اللي هو لا قدر الله لو وقع هيتفشفش هيتدشدش، يعني اكيد اللي هيحصل له مش هيبقى كويس. تمام. دول مجموعة من الناس كده عندهم روح المجازفة وروح الحماس زيادة عن اللزوم. طبعا مش احنا بنمشي جنب الحيط، ملناش دعوة بالناس دي، بس احنا نعرف ان نوعية العجل دي او نوعية الرياضة دي اسمها لوفيتيتي، ركوب العجل في الطرق الوعرة، ودي رياضة خطيرة مش رياضة عادية. عندي عبور الوديان لو كانيونينج. لو كانيونينج. ركوب الزوارق المطاطية لو رافتنج. لو رافتنج. التزلج على الأمواج باستخدام لوح خشب لو سارف. لو سارف. التزلج على الأمواج باستخدام طائرة معدة لذلك أو باستخدام طائرة ورقية بموتور اسمه لو كيت سارف. هو اسمه التزلج على الماء باستخدام طائرة ورقية بموتور. كلمة طيارة ورق بالانجليزي اسمها كايت، عشان كده هي اسمها كيت سيرف اللي هي كايت سيرف. الكاراتيه لو كاراتيه. الجودو لو جودو. رياضة البولينج لو بولينج. البولينج احنا عارفينه اللي هي الكرة السوداء الكبيرة دي وبنزق الكرة كده. رياضة القفز بالمظلات لو باراشوتيسم. لو باراشوتيسم. ركوب الطائرات الشراعية لو دلتا بلان. ودي مهمة جدا لانكم بتفتكروها مؤنثة لكنها مذكرة وجت في امتحان ثانوية عامة 2024. الدلتا بلان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بعمل نفسي طيارة. ازاي يعني؟ بيركبولي أجنحة طبعا بتتربط في دراعي بأربطة معينة، وبتمثل كأني طيارة وبطير فعلا. طبعا دي تعتبر من الرياضات الخطيرة لأني احتمال كبير ان انا اقع لا قدر الله. الأربطة بتاعتي دي لو فكت أكيد هقع، ولو وقعت أكيد العواقب مش هتبقى كويسة. عندي التزلج على لوح بعجل لو سكات. لو سكات. التزلج على أرض مخصصة لذلك اللي هي المقصود بيها صالة التزلج اللي هي الباتينوار لو باتيناج. لو باتيناج. رياضة التزلج لو باتا أجلاس. لو باتا أجلاس. رياضة التزلج برضو لو باتا أرولات. رمي السهام أو الرماية لو تيرا لارك. لو تيرا لارك. التزلج على الجليد، وده بيبقى على الجبل او على الجليد الحقيقي اللي هو موجود في الدول الأوروبية. طبعا احنا ما عندناش في مصر الجليد ده، احنا عندنا الجليد الصناعي. اما الجليد الحقيقي اللي هو بيبقى نازل من السماء او الدنيا بتمطر جليد، وده موجود طبعا في الدول الأوروبية، وغالبا هما بيتزلجوا على الجبل، يطلعوا الجبل وينزلوا الجبل. ده اسمه لوسكي. لوسكي. اليوجا لو يوجا. المراكب الشراعية لافوال. لافوال. التنزه او المشي لمسافات طويلة، وغالبا المشي ده بيبقى في الغابات. لا راندوني. لا راندوني. السباحة لا ناتاسيون. لا ناتاسيون. ودي طبعا بتساوي فيرب ناجي اللي هو بمعنى يسبح. الغطس او الغوص لا بلونجي. لا بلونجي. طبعا السباحة والغطس الاتنين دول من الرياضات النوتيك اللي هي الرياضات المائية.
التزلج على الأمواج بلوح شراعي لا بلونش أفوال، لا بلونش أفوال. الملاكمة لا بوكس، لا بوكس. المصارعة لا ليت، لا ليت. صيد البر لا شاس، لا شاس. صيد البحر لا بيش، لا بيش. وهناخد كلمة بيش كمان مرة في الوحدة التانية بس هتبقى بمعنى فاكهة الخوخ. عندي سباق السيارات لا فورميولا، لا فورميولا. وطبعا سباق السيارات رياضة خطيرة أو عنيفة. الرقص لا دونس، لا دونس. سباق الجري لا كورس أبي، لا كورس أبي. تدريبات بدنية أو الجمباز لا جيمناستيك، لا جيمناستيك. واختصارها لا جيم. الفروسية اللي هي ركوب الخيل ليكيتاسيون، ليكيتاسيون. تسلق الجبال الاسكالاد، الاسكالاد. طبعا دي خطيرة برضو. المبارزة أو سلاح الشيش الاسكريم، الاسكريم. رياضة تؤدي على إيقاع موسيقي اللي هي الأيروبيك، ليروبيك، ليروبيك. ده كان جدول الرياضات المقرر عليه وطبعا مهم جدا ولازم أحفظه. والأكتر أهمية من إن أحفظ اسم كل رياضة بالسبيلنج إن أنا أعرف الرياضة دي مذكرة ولا مؤنثة، لأننا في الفيديو الجاي إن شاء الله هناخد حاجة اسمها أفعال الرياضات، ومع كل فعل من دول معاه أدوات. عشان أختار لكل رياضة الأداة المناسبة ليها لازم أعرف هي مذكرة ولا مؤنثة. فهيتوقف معرفة الحل معايا على إني عارف الرياضة دي مذكرة ولا مؤنثة. تمام. فضروري جدا نحفظ الجدول ونحفظ المذكر من المؤنث. وبما إننا لسه واخدين جدول الرياضة اهو، فننتهز الفرصة العظيمة دي وناخد أنواع الرياضة. تعالوا نقسم مع بعض الرياضات إلى أنواع. أول تقسيمة عندي للرياضات هنقسم الرياضات لرياضات فردية ورياضات جماعية. تمام. وهنا عايزة أشرح كلمة فردية وكلمة جماعية بشيء من التفصيل. أول حاجة رياضة جماعية، رياضة جماعية يعني مجموعة بتلاعب مجموعة. يعني مجموعة بتلاعب مجموعة، يعني مثلا 5 فريق مكون من 5 بيلاعب فريق مكون من 5. نقول مثلا الفريق الأولاني اسمه الفريق الأخضر، الفريق التاني ده الفريق الأزرق. فلو الفريق الأخضر كسب، الفريق الأخضر كله هيروح بالكاس، محدش هيروح بيه لوحده، لأ، الفريق كله هيروح بيه. هيتحط مثلا في نادي الفريق، بس ما ينفعش لاعب منهم ياخد الكاس لوحده ويروح بيه. تمام. فلعبة جماعية يعني مجموعة بتلاعب مجموعة. لازم واحنا بنلعب يبقى عندنا حاجة اسمها روح الفريق. انا خايف على الفريق بتاعي يخسر، انا عايز احقق النجاح او الفوز للفريق بتاعي، مش كل واحد متعلق بنفسه بس. ده اللعبة الجماعية. طبعا زي الفوتبول، زي الباسكت بول، زي الفولي بول، زي الهاند بول، زي الرugby، دي كلها العاب جماعية او رياضات جماعية. ودي بنسميها، بنقول عليها لسبور كوليكتيف، لسبور كوليكتيف. ممكن نقول عليها لسبور ديكيب او لسبور اون جروب. اما لسبور كوليكتيف او لسبور ديكيب او لسبور اون جروب. نيجي بقى للرياضة الفردية. الرياضات الفردية اللي هي لسبور انديفيدوال، لسبور انديفيدوال. الرياضات الفردية ممكن تكون واحد قصاد واحد، زي مثلا لو احنا بنلعب تنس او بينج بونج، انا ببقى قصاد اللي قدامي، ممكن انا اكسب او اللي قدامي يكسب. تمام. طيب ماشي. في رياضات فردية تانية ممكن نكون 100 بنلعب، بس احنا 100 محدش فينا مع التاني، لا، كل واحد لوحده، كل واحد متعلق بنفسه او يحمل هم نفسه بس. يعني مثلا لو احنا في سباق جري، احنا في ماراثون جري او ماراثون جري، احنا 100 في السباق، اللي هيكسب في النهاية هو واحد بس، هو اللي هياخد الكاس وهو مروح. مع اننا 100، هو معنى ان احنا 100 كده ال100 دول فريق؟ لا، ال100 دول كل واحد بيلعب لوحده، واحد بس فيهم اللي هيكسب الكاس في النهاية. زي مثلا لو احنا في سباق سباحة، كلنا في حمام السباحة بنسبح، تمام، واحد بس اللي هيوصل الاول وهو اللي هياخد برضو الجايزة او هياخد الكاس او هياخد الحاجة اللي هيكسبها. تمام. ياخد الميدالية مثلا او اي حاجة هما مقررين ان احنا نكسبها، فهو واحد بس اللي هيفوز، مع اننا في الاساس كنا 100، بس ال100 دول كل واحد لوحده، محدش مع التاني. انتوا فاهمين؟ يعني مثلا لما تلاقوا العدد اللي موجود في اللعبة كبير، مش معنى كده ان هي لعبة جماعية، لأ، هي جماعية يعني احنا مجموعة مع بعض قصاد مجموعة تانية. لكن فردية احنا ممكن نكون كتير بس كل واحد لوحده. تمام. الرياضات الفردية اللي عندي زي التنس، اليوجا، الكاراتيه، الليت، البوكس، الاسكالاد.
وغالبا او نقدر نقول دايما ان الرياضات العنيفة او الخطيرة فردية. ندي مثال مثلا، يعني انا مثلا عندي رياضة زي البوكس 2 بيضربوا في بعض، انا هجيب معايا فريق ازاي؟ هجيب ناس تنضرب معايا مثلا؟ لا، محدش هيجي معايا طبعا. زي الملاكمة، هنعمل فريق برضو ملاكمة ازاي؟ انت هتنضرب لوحدك. زي مثلا الدلتا بلان اللي هو الطائرات الشراعية، مين هيجازف معايا او يجي معايا؟ انا عامل طيارة لوحدي. فمثلا كأنه بيقول لي ايه، انت حر، اذي نفسك بنفسك، لكن محدش هيتأذى معاك. زي مثلا فورميولا اللي هو سباق السيارات. سباق السيارات غالبا في العربيات او السيارات دي بتتقلب، فمين اللي هيضحي ويجي معايا ويعمل معايا فريق؟ هيسيبني برضو اتقلب لوحدي واتحمل الاذى او اتحمل روح المجازفة والمخاطرة لوحدي. محدش هيضحي بنفسه عشاني، كل واحد هيسيب الشخص ده لوحده. لان في الرياضات الخطيرة او العنيفة غالبا اللي بيحرك اللاعب ده شغفه او حماسه او قدرته على المجازفة والمغامرة، فهو بيتحمل النتيجة دي لوحده، محدش بيبقى معاه. تاني تقسيمة عندي للرياضات ان انا اقسم رياضات لرياضات كلاسيك عادية، ورياضات دونجرو خطيرة اللي ممكن تأذيني. رياضات كلاسيك من معناها كلاسيك يعني تقليدية او عادية، يعني انا امارسها عادي سواء كانت جماعية او فردية، بس مش هتأذى، يعني مش هيجرالي حاجة. ممكن تحصل لي كده، ما ممكن اقع، حاجات بسيطة يعني، مش هتحصل لي حاجات ممكن تموتني مثلا او توديني المستشفى مثلا، حاجات زي كده يعني. زي ايه؟ الفوتبول او التنس او اليوجا او الرugby او السيكليزم، ركوب العجل العادي، او الناتاسيون، اي حاجة من الحاجات دي. او رياضات عنيفة او خطيرة. بنسمي الرياضات العنيفة او الخطيرة لي سبور دينجرو او فيلو او اكستريم، التلاتة دول بمعنى خطيرة او عنيفة. الرياضات الخطيرة او العنيفة الرياضات اللي ممكن لو مارستها ممكن لا قدر الله اموت او اعمل حادثة، ممكن افقد فيها عضو من اعضاء الجسم، او يحصل لي مشكلة كبيرة اكبر من ان هي تبقى كدمة او حاجة. زي مثلا الاسكالات دي، يعني انا بتسلق جبل، يعني ممكن لا قدر الله لو انا مش عامل احتياطاتي كويس اقع من على الجبل اموت. ده بصراحة هيبقى اقل واجب عشان تاني مرة ما اطلعش الجبل تاني. عندي مثلا الدلتا بلان اللي هو انا عامل نفسي طيارة وعامل فيها عباس بن فرناس وعايزة اطير وبتاع. طبعا ممكن اقع في اي حتة، اقع في مية، على صخرة، اقع في اي داهية، اكيد العواقب برضو مش هتبقى محمودة. عندي السكي ان انا بتزلج على الجبل، ايه اللي يخليني اطلع اتزلج على الجبل؟ ما اروح اتزلج في الباتنوار في ساحة التزلج وخلاص؟ لا، لازم اروح اتزلج على الجبل واذي نفسي بنفسي. وعندي كمان الفي تي تي، واللي هو ركوب العجل في الطرق الوعرة الغير ممهدة، اللي هو طريق مش سالك. حتى لو وقعت بس من على العجلة برضو هقع، هتأذى جامد لان الارض مش هتبقى مستوية فهتأذيني قوي. عندي الفورميولا اللي هو سباق السيارات، وده غالبا لو انتوا بتتفرجوا على سباق السيارات اللي بيجي مثلا على التلفزيون او بيقابلنا على النت، هتلاقوا دايما المتسابق وهو راكب السيارة او راكب العربية، من شدة السرعة اللي بيسوق بيها عشان يكسبوا، اغلب الوقت العربيات بتتقلب على وشها وعلى جنبها، وطبعا وده كله المتسابق جواه، فاكيد بيتأذوا فيها اذى كبير جدا. عشان كده بنسميها رياضات خطيرة او رياضات عنيفة. ونيجي لآخر أنواع الرياضة، عندي لسبور نوتيك يعني الرياضات المائية اللي بمارسها في المية، زي الناتاسيو السباحة، زي البلونجي الغطس، زي السيرف التزلج على الماء باستخدام لوح خشبي، أو الكيت سيرف التزلج على الماء باستخدام طائرة ورقية. ده اسمها لسبور نوتيك، الرياضات المائية. النوع الخامس عندي السبور كومبات يعني رياضات قتالية، يعني فيها معاركة أو قتال أو ضرب، وهم 4: الجودو والكاراتيه والليت والبوكس، المصارعة والملاكمة والكاراتيه والجودو. وآخر نوع عندي من الرياضات اللي هي الرياضات اللي في الهواء الطلق، اللي هي زي اللي في الشارع مثلا، لي سبور اون بلينير، بنسميها لي سبور اون بلينير. زي ايه مثلا؟ السيكليزم، ركوب العجل في الطرق الممهدة أو ركوب العجل العادي. ولو في تي تي، ركوب العجل في الطرق الوعرة. ما الطرق الوعرة ده برضو يعتبر زي طريق أو شارع أو هواء طلق. زي الفورميولا سباق السيارات، زي الجوجينج الركض أو المشي. ودي بالنسبة لي أنواع الرياضات.
يبقى كده النهاردة عرفنا مع بعض كلمات الدرس الأولاني والرياضات المقررة عليا في المنهج، وعرفنا كمان أنواع الرياضات. نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله، هستناكم. أوريفوار.